بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وخاصه من كوره حافظ ومن ارض الرجال ومن ارض الابطال من ارض صعيد مصر، من محافظه قنا تحديدا مركز ابو تشت قريه العوامر الغربيه. نسرد لكم عزيزي المشاهد واعزائي المشاهدين عن قصه الموهبه المصريه اللي صعدت بدون عناء زي ما بيقولوا كده. من هي الموهبه؟ هي عمر مرموش، لاعب مصري له أصول مصرية عالمية كندية. ولد عام 1999 زي أي حد بيتولد عادي جدا في أسرة متوسطة. الراجل أسرته عيشتها متوسطة، أبوه وأمه تعالى نروح على كندا خد الجنسية الكندية، ولكن الأصول والأصالة المصرية ظلت في عمر مرموش موجودة علشان يكون له الكيان المصري الخالص. مرموش هو مصري بنسبة 100%. عارف قطنيل؟ زي لما يقول لك قطنيل قطن مصري 100%، هو مرموش. عمر مرموش مصري 100%. اللاعب اللي ابتدى في وادي دجلة، وهي المدرسة التي أنجبت العديد من المواهب. أنا بالنسبة لي لو هتكلمني عن مواهب لا كروية شابة، هي وادي دجلة. وادي دجلة بتأسس كرويا صح. بدأ في وادي دجلة زي أي واحد عادي جدا. الجميع لم ينظر إلى عمر مرموش. من هو عمر مرموش؟ لعيب عادي صاعد واعد، 17 سنة لسه في البدايات بتاعته، علشان يحترف من وادي دجلة مرة واحدة يروح لألمانيا إلى فولفسبورج. فولفسبورج سنتين، يروح شتوتجارت سنة، يرجع لفولفسبورج سنة تانية علشان يظل في سانت باولي، ثم يذهب إلى شتوتجارت في إعارة. هي ظلت لمدة 3 مواسم، والأولى في الدوري الألماني. سبحان الله، يعني عمر مرموش لما تيجي تدور وتقلب في الدوري الألماني كده، هي أكبر إعارة للاعب عربي حصلت. الجميع ظن إن عمر مرموش ده هياخد مسيرة محمد زيدان ومسيرة محمد صلاح، والجميع حط مرموش في مقارنة ظالمة بالنسبة له، إن هو يحطه في مقارنة مع محمد صلاح في حتة الجناح الأيمن. مرموش جناح أيمن، محمد صلاح جناح أيسر، أو العكس اعكس. فالاتنين بيتحطوا في مقارنة مع بعض، فالمقارنة ظالمة إلى حد ما، يعني لما تيجي تتكلم عن الاتنين. فالمقارنة ما هيش موجودة انك تقارن مرموش بمحمد صلاح. لسه التاريخ، لسه محمد صلاح في حتة كبيرة جدا جدا، ومرموش يظل في حتة كبيرة جدا. ولكن نفرح وننبسط ان احنا عندنا مواهب كبيرة جدا جدا موجودة، زي عمر مرموش، زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، زي لعيبة كتير جدا موجودة بره منتخبنا الوطني. وده يخص منتخبنا الوطني في الاول وفي الاخر. ليس لنا علاقة باي نادي من الاندية المصرية، انما نحن نفخر بلاعبين بنفخر بيهم علشان منتخب مصر، بينفعوا منتخب مصر، بيكونوا موجودين في المحافل الدولية، وأسماء مصرية موجودة في أوروبا وبتمثل مصر في أوروبا. يأتي دور عمر مرموش في الانتقال الناري المدوي اللي انت عاوز تقوله قوله. عمر مرموش في انتقال مدوي من ألمانيا. جاءكم الصاروخ المصري من ألمانيا إلى إنجلترا، وتحديدا إليك يا جوارديولا. فاحذر يا جوارديولا، لو ما لعبتوش قسما بالله كمية الكوميكس اللي هتطلع عليك ما هيعلم بها إلا ربنا. لعب الراجل عمر مرموش لحد دلوقتي 6 أهداف، 1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، 5 في الدوري الإنجليزي. فاستمر يا عمر مرموش، أنت على المسار الصحيح. ومنتخبنا ونحن الشعب المصري دائما في ظهر عمر مرموش. اشوفكم حلقه جديده باذن الله من كره حافظ. السلام عليكم.